السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما ننساش الدعاء لماما سعيدة بالرحمة والمغفرة ولأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. ربنا يرحمهم ويسامحهم ويحسن أن يتجاوز عن سيئاتهم، وأن يجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. اللهم آمين يا رب العالمين. وارحب بكل متابعيني واخواتي من داخل مصر وخارج مصر. شرفتوني ونورتوني وعلى دماغي من فوق. والله انا مبسوطه جدا جدا منكم. ربنا يبارك لكم يا رب، يجازيكم كل خير على وقفتكم جنبي ودعمكم لي ومشاهدتكم لقناتي والاعلانات. الحمد لله والشكر لله. الاعلان يعني القناه يعني الحمد لله ابتدت تتظبط اهي تاني من اول وجديد. ربنا يبارك فيكم يا رب، يجازيكم كل خير ويجبر بخاطر كل اللي يجبر بخاطري. ربنا يجبر بخاطر كل اللي يجبر بخاطر. ربنا يجبر بخاطركم جبرة يتعجب لها أهل السماوات والأرض يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. نصلي على رسول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ونبدأ بقى في الروتين بتاعنا يا جماعة. النهاردة هعملكم طبق المش الجميل اللي زي العسل ده. طبق المش ده كان غدانا النهاردة، اللهم ديمها نعمة يا رب، احفظها من الزوال. جبت نص خياراية كده وقرن وواحدة فلفل، وجبت طماطماية. تمام حبايبي، صليتوا بنا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقطعتهم زي ما انتوا شفتوا تقطيع كده كأني بعمل سلطة. تمام. ادي قرن فلفل واحد بس اللي انا بقطع، بس السكينة غلبتني. تمام حبايبي. هنجيب بقى ايه، نروح جايبين المش. عندي شوية مش قديم جايباهم زي العسل، بعملهم على طول. اكلتي بتبقى كده. بصوا جرب يخلص. هاخد لي 3 معالق مش قديم وحتة جبنة صغننة كده، واحطهم على السلطة دي. وتمام. وهروح جايبة عليهم معلقتين طحينة. طبعا انا ما كانش عندي طحينة خام، فمش مشكلة برضو شغالة. انا كده كنت ايه، هغسل التلاجة وبلملم الحاجات اللي في التلاجة اعملها غدا. تمام، بدل ما اخلي التلاجة كلها اطباق وكده. هنا في طبق كان حد من عيالي واكل جبنة وحط معلقة جبنة قديمة والباقي جبنة، ففضل منه دول. خسارة، بدل ما يترموا نحطهم كمان على السلطة دي. تمام حبايبي، شفتوا انا ولا ما كترتش جبنة ولا مش ولا اي حاجة، يعني يجي 4 معالق كده. وهنحط عليهم معلقتين الطحينة دول برضو كانوا في التلاجة. برضو قلت اطلع احط منهم معلقتين والباقي برضو هخليهم ياكلوه. تمام، صليتوا بينا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا شايفاك يا عم بتتفرج وما حطيتيش اللايك، حطي لايك بالله عليكم، امان عليكم، ما تنسوش اللايك حبايب قلبي. تمام. بصوا، نقلب كده تقليبه حلوه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سلطة المش بقت تحفة 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 تحفة، والطعم بتاعها خطير. هنقوم بقى نجيب طبق حلو ونروح حاطين فيه ايه كل اللي عملناه ده. كمية هتقولوا لي كمية صغيرة هتكفي مين؟ ده فرد واحد. لا والله بتكفي وتفضل مني انا كمان. السلطة المش دي ما ينفعش تكتريها، لا انت تعمليها على القد، عشان دي تتاكل في الوجبة كلها وخلاص على كده، لان ما ينفعش ان انت تشيليها تاني في التلاجة. وانا بالذات ما ينفعش احط اي حاجه في تلاجتي، لان تلاجتي بايظه بتبوظ لي الاكل، فبعمل حاجات على الجد. لو غلطت وعملت اكل كتير وحطيته فيها، تاني يوم اجي اسخن الاكل الاقي الاكل كله بايظ. الحمد لله يا رب والشكر لله. هاجي هنا حطيت الطبق كده وهحط عليه شويه رشه كمون خطير، طعمه تحفه بالكمون كمان. وكمان هنجيب عليه رشه الزيت بالمرة كده زي ما انتوا شايفين. ما عنديش طبعا انا غير الزيت بتاع التومين ده، الزيت التاني خلص، بس برضو شغال حلو يعني. اي حاجة عندك في البيت استعمليها، مش لازم يعني. تمام، عملنا طبق المش، طبق سلطة المش ده زي ما انتوا شايفين. ده طبق مسقعية، وده طبق الفول،
وده باقي الطحينة اللي فضلت ما مش هينفع يترمي. وده بقى طبق ايه، خيار وطماطم، وكانت عندي نص خيارية بس، وطماطم وجزر وفلفل وبصل. بصوا بقى انا ايه، عايزة افتتح الغداء ان انا ادوق. ما هو طباخ السم ايه بيدوقوا. كان خطير، طعمه تحفة والله العظيم. اعملوه بالطريقة بتاعتي دي ان شاء الله هتعجبكم. وكده خلاص خلص غدانا، والعيش ده كان سخن طازة لسه جايبينه من الفرن، واتغدينا منه. وكانت غدوة زي العسل. اللهم ديمها نعمة يا رب، احفظها من الزوال. وتفضلوا معنا غدانا البسيط الجميل ده. واقول لكم كده الفيديو خلص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.